السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي ندويو على واحد فرصة عمل بالنسبة للطلبة، وبالنسبة للعاطلين عن العمل، وكذلك حتى الموظفين. بالنسبة لهذا العمل هذا هو ديال الإحصاء، يعني الإحصاء اللي غيكون في هذا العام في شتنبر 2024. في شتنبر 2024 غيكون واحد الإحصاء عام للسكان، كما كتشوفوا هنا في الموقع الرسمي ديال المندوبية السامية للتخطيط كونديداتير ريسونسمون. فترة التسجيل ما بين 7 إلى غاية 27 فبراير 2024. شروط الترشيح: بالنسبة لشروط الترشيح، إذا كنت من الأشخاص البالغين من العمر 20 سنة على الأقل في فاتح يناير 2024 وتنتمي إلى إحدى الفئات المشار إليها أسفله، يمكنك تقديم طلب ترشيحك للمشاركة كباحث أو كمراقب أو كمشرف جماعي في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في شتنبر 2024. بالنسبة لهاد الفئات، إحدى الفئات المشار إليها أسفله. بالنسبة لهاد الفئات، الفئة الأولى الموظفون والمتقاعدون بالقطاع العام. إلا كنتي موظف ولا متقاعد من القطاع العام، كنتي موظف ولا متقاعد من القطاع العام، فأنت يعني هاد الفئة تقدر أنها تدفع الطلب ديالها باش تشارك في الإحصاء، شريطة أنها تحصل على يعني ترخيص من الجهة المشغلة، من الإدارة المشغلة. بالنسبة للحاصلون على دبلوم باك بليس دو على الأقل، بالنسبة للخريجي التكوين المهني لسطية، بالنسبة للخريجي التكوين المهني اللي عندهم باك بليس دو أي تكنيسيان سبيسياليزي. بالنسبة للطلبة المستوفون لسنتين من التكوين بعد البكالوريا، يعني اللي كيقراو في الجامعات وخداو الدوك، خداو يعني نجحوا عندهم باك بليس دو في الجامعة، يقدر يقراو لا ليسونس ديالهم، مي خداو الدوك، يعني سلاو عامين في الجامعة. فهذا هو الشروط، هادو هما الشروط. المزيد هنايا كيشرحوا لك باللي الناس اللي عندهم باك بليس دو من ليسطيا من التكوين المهني، والناس اللي عندهم يعني دوك من لافاك، والموظفين. بالنسبة لتعبئة طلب الترشيح، فمن بعد هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا طريقة ترشيح لهذا الإحصاء، وغنعمرو طلب الترشيح خطوة بخطوة، وغنشوفوا كذلك مراحل انتقاء المترشحين، يعني باش غتقبل يعني تخدم في الإحصاء، شنو هما يعني المراحل الانتقاء اللي كيدوز منهم الطلب ديالك، والتعويضات، وبزاف ديال الحوايج. بالنسبة للتعويضات، فالتعويضات كيكون من 250 درهم حتى 500 درهم، بالإضافة إلى تعويض المشاركون الذين اجتازوا مراحل الانتقاء الأولي للتكوين عن بعد المقابلة الحضورية وتمت دعوتهم لإنجاز الإحصاء، يعني كدير واحد التكوين يعني عن بعد وتكوين حضوري، من بعد ما ومن بعد يعني كيستدعيوك باش دير الإحصاء. يستفيدون من تعويض يومي حسب المهام المسندة لهم خلال مرحلة إجراء الإحصاء من 1 إلى 30 شتنبر، أي شهر، يتراوح ما بين 250 درهم حتى 500 درهم في اليوم، بالإضافة إلى تعويض عن مرحلة التكوين الحضوري يتراوح ما بين 200 درهم و 500 درهم في اليوم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم جوج 23 580 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2023 بمنح تعويض للمشاركين في تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنة في المملكة. يمكن لكم تشوفوا هذا المرسوم هذا وتقراوه وتشوفوا شنو فيه. هاد
هاد لابلاج ديال التعويض من 250 حتى ل 500. حيت كما شفتوا في الاول، راه ما كاينش غير مهمة وحدة اللي كتكون مسندة. انتما كما كتشوفوا تقديم طلب تصحيح يعني للمشاركة كباحث او كمراقب او كمشرف. يعني الباحث الثمن ديالو، يعني التعويض ديالو ماشي هو مراقب وماشي هو مشرف. مثلا باحث تلقى 250 هذا غير على سبيل المثال. مثلا باحث تلقى 250 درهم، مراقب تلقى مثلا نقولوا واحد 350 درهم، مشرف جماعي تلقى 500 درهم. يعني غير انا قلت غير مثال، ولكن هكا غيكون يعني باحث ومراقب ومشرف راه ما غيكونش عندهم نفس التعويض. يعني من 250 درهم حتى ل 500 درهم. فغندير فيديو اخر اللي غنشرحوا فيه طريقة التسجيل وطريقة تقديم طلب الترشيح للمشاركة كباحث او مراقب او مشرف جماعي، بالنسبة لجميع الفئات اللي هما يعني مخول لهم بتقديم الطلب، سواء كنتي يعني تكنيسيان سبيسياليزي او لا عندك الدوك او لا موظف عمومي. فغنشوفوا الطريقة في فيديو اخر. حتى هنا كنقول لكم شكرا على المتابعة، وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة ولايك الفيديو. في امان الله.